السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمناكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقضيه جديده. القضيه ديالنا اليوم غادي تدينا لمدينه الدار البيضاء، وبالضبط في سنه 2017. هنا فين غادي توقع واحد الجريمه بشعه، الضحيه ديالها محمد فاضل، او كيف ما كان معروف في الساحه الفنيه بفاضل العبيدي. محمد تزاد في اسفي سنة 1960، كبر في وسط والديه وخوتو اللي هما 6 بيهم، 2 ديال البنات و4 ديال الولاد. محمد كان كيقرا بحالو بحال كاع الوليدات، وهو كيكبر لاحظوا العائلة ديالو الميول ديالو للفن، كان كيعجبو الغنى وبالخصوص العيوط. العائلة ديالو ما كان عندها حتى شي مشكل، خلاوه كيمارس الهواية ديالو ديال الغنى كيف ما بغى وبكل حرية. بقى هكا كيحفظ الاغاني وكيغنيهم بلا ما يتدخل فيه حتى شي واحد، حتى وقع واحد الحدث اللي غادي يقلب الحياة ديال محمد رأسا على عقب، وهو الوفاة ديال الاب ديالو اللي كان المعين الوحيد للأسرة. هنا كان لازم على الولاد كل واحد يقلب على راسو باش يهز راسو ويهز حتى الام ديالو وخواتاتو البنات. فكر محمد باش يمتهن الغنى ويقلب على شي فرقة في مدينة اسفي يدخل معاها ويولي يخدم معاهم في المناسبات والأعراس، بالخصوص أن كان صوته زوين وكيحماق على شي حاجة سميتها العيوط. ولكن محمد ما لقاش الفرصة ديالو في اسفي، حيت اسفي كانت واحد المدينة صغيرة. هنا قرر باش يسافر لمدينة الدار البيضاء، لعل وعسى يلقى فيها شي مستقبل أفضل في هذا المجال. وفعلا سنة 1978 محمد كانت عنده في هذه الفترة 18 سنة. غادي يخلي المدينة ديالو وعائلته وحبابه وأهله وغيهاجر لمدينة الدار البيضاء ويستقر فيها. غادي يدوز واحد الفترة وهو كيشتغل في شي خدامي عاديين وبعيدين كل بعد على المجال ديال الغناء، ولكن في نفس الوقت كان كيخدم وكيحاول يتعرف على فنانين. وفعلا غادي يتعرف على ناس كيخدموا في الحفلات والأعراس، وغادي يبدأ يدخل راسو معاهم ويبدا مرة يخرج معاهم يغني في العراسات. مع الوقت الناس بداو كيلاحظوا بأن محمد عنده صوت زوين وخامة زوينة في العيطة. زيد على هاد الشي محمد كان واحد الشخص قشاشبي وضحوكي ومقبول، بدا كيتعرف والناس بداو كيعيطوا ليه في المناسبات ديالهم، بداو الفلوس كيدخلوا وبدا كيتشهر، ولا قاد يهز راسو وحتى عائلته. من بعد كون فرقة خاصة به اللي كانوا فيها موسيقيين وشيخات وسماها فرقة فاضل العبيدي. كترات الخدمة على محمد وما بقاش قادر يجيري الفرقة بوحده. هنا غادي يخدم معاه واحد المناجر اللي غادي يولي ينظم ليه الحفلات والمواعيد. محمد واخا كانوا عنده اغاني ديالو ومن الانتاج ديالو بحال الاغنيه ديال الميمه سطات بلادي اللي بغى حبيبو، بقى كيغني اغاني وعيوط ديال فنانين اخرين. تعرف محمد ولا فنان من الفنانين الكبار اللي عليهم طلب في الحفلات والاعراس وحتى في الملاهي الليليه. يعني هنا محمد غادي يولي واحد الشخص ميسور ماديا، ولا مهلي في راسو في ميمتو في عائلته، انسان متواضع وكيدير الخير مع الناس المحتاجين اللي كيقصد الدار الكبيره. وهذا الشيء راه بالشهاده ديال الناس اللي كيعرفوه. المهم محمد كان كل شيء كيبغيه سواء في اسفي او الدار البيضاء. بقى محمد خدام على راسو ولكن عمرو ما تزوج، كانوا عنده غير صحابه اللي هما المتنفس الوحيد ديالو، عزيز عليهم وعزيزين عليه. كيتلاقاو مجموعين كيتوانسوا كيتجمعوا، غتبقى الامور غاده بحال هكا وكل شيء كان بخير وعلى خير. حتى لواحد النهار اللي كان بنهار الاثنين من سنة 2017 محمد غيتصل بواحد صاحبه اللي كان ساكن في بن جدية باش يتلاقى معاه، ولكن ما كانش عارف بأن هذا كان آخر نهار غادي يكون فيه على قيد الحياة. مع 2 ديال الليل الصديق ديال محمد اللي كان اتصل به محمد باش غادي يتلاقاو في بن جدية كيتصل بالبوليس باش يخبرهم بجريمة قتل وقعات في الدار ديالو، الضحية ديالها صاحبه فاضل العبيدي. البوليس غاديين يوصلوا لمسرح الجريمة،
كيف غادي يحلوا الباب؟ غادي يتصدموا من المنظر اللي غادي يشوفوا. محمد طايح في الارض، جثه هامده وغارق في دماياته، مطعون بزاف ديال الطعنات من راسو حتى لرجليه، وكله زرق بالكدامات. كيبان بانه تعرض لبزاف ديال العنف قبل ما يتقتل. البوليس لقاوه مربوط من يديه ورجليه بالسكوتش، وكيبان ان هاد الشخص اللي قتلو عذبوه مزيان قبل ما يرتكب فيه الجريمه ديالو. البوليس طوقوا مسرح الجريمه اللي هي الدار ديال صاحب محمد اللي في بنجديه، هزوا البصمات وداو الجثه ديال محمد ويديروا ليها التشريح ويعرفوا السبب الحقيقي اللي ادى للوفاه ديالو. اول واحد غادي يبداو معاه البوليس التحقيق هو صاحب محمد، بحكم ان الجريمه وقعت في الدار ديالو وهو الاول اللي اكتشف الجثه ديال الضحيه. هاد الشيء علاش اتهموه بانه هو اللي قتل محمد. هاد الشخص نفى تماما بان عنده علاقه بالجريمه، وبان محمد عزيز عليه وصاحبه وما يمكنش يأذيه. قالوا ليه كيفاش محمد مات عندك في الدار وانت كتقول انا ما عارف والو على هاد الجريمه؟ قال لهم ما عرفتش، ولكن راه حتى انا داري مسروقه، زياده على انه جاب لهم الدليل على انه في الوقيته اللي تقتل فيها محمد هو كان في واحد البلاصه وما كانش في الدار ديالو. البوليس اتصلوا بالعائله ديال محمد وقالوا لهم هاد الخبار الخايبه عليه، وخبروهم بانهم لقاوه مقتول. العائله ديال محمد دخلت في واحد الصدمه كبيره. بطبيعه الحال القضيه راه ما سهلاش عليهم، خلاوهم حتى تهدنوا وبداو كيحققوا معاهم. حققوا مع العائله واحد بواحد حتى وصلوا لواحد اختو اللي قالت ليهم واحد المعلومه مهمه. قالت ليهم بان نهار 3 في الصباح، يعني النهار الثاني من وقوع الجريمه، كنت في الدار ديال محمد اللي كاينه في بورغون، وانا جالسه في الصاله حتى كنحس بشي واحد كيحل الباب بالساروت. دخل واحد الشخص، منين شافني تفاجأ. سولته قلت ليه اش كدير هنايا؟ قال لي والو، غير محمد عطاني السوارت وسخرني باش نجيب ليه شي تليفون. ديك الساعه مشى في حاله. الاخت ديال محمد بقات كتستعقل فين شافت هاد الشخص. في الاخير وهي تفكر بانه واحد النهار شافته مع محمد في الدار باش يصاوب ليه البارابول. البوليس هنا ولا عندهم مشتبه به اللي خاصهم يقلبوا عليه، حيت شكوا بانه عنده علاقه بالجريمه. حيت كيفاش محمد تقتل بالليل وهذا الشخص جاي في الصباح وتيقول لك بان محمد اللي عطاني السوارت؟ يعني كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. في هذه الفتره كان البوليس كيحققوا مع صديق محمد اللي تقتل عنده في دارو في بنجديه، وهما يقولوا ليه المعطيات الجديده اللي توصلوا بها من الاخت ديال محمد، وسولوه قالوا ليه واش كتعرف هاد مول البارابولات؟ هنا الصديق ديال محمد غيقول لهم راه كاين واحد الصديق ثالث كنعرفوا انا ومحمد كيصاوب البارابولات والتلفازات والتليفونات، وكيكون مع الفنان في شي سهرات، ومنين كيكون مجموع مع الاصدقاء كيكون معاهم. معنى هاد الشيء انه تعرف عليه ووراهم البلاصه بالضبط فين غادي يكون. البوليس تحركوا العين المكان باش يلقيو عليه القبض ويبداو يحققوا معاه. في هاد الفتره كانت الصحافه والجرائد والقنوات كل شي بداو كيهضروا، كل واحد تيقول سيناريو من عنده. الهضره كترات واشاعات كتمس بالسمعه ديال الفنان فاضل العبيدي. هنا فين خرجوا العائله ديال محمد كينفيو هاد الشي كامل، وحتى الفنانه والزملاء ديالو غادي يخرجوا غادي ينفيو هاد الهضره، غادي يقولوا بان محمد اللي هو واحد الشخص طيب وما عمرهم ما شافوا عليه شي حاجه اللي ماشي هي هاديك. المهم واخيرا الشرطه غادي تلقي القبض على مول البارابولات اللي في العمر ديالو 29 سنه. منين داوه لمقر الشرطه بداو كيحققوا معاه واتهموه بانه هو اللي قتل محمد. في الاول نكر وقال لهم انا ما عندي حتى شي علاقه بهاد الجريمه، ولكن غير سولوه قالوا ليه منين جاوك السوارت ديال الدار ديال محمد وعلاش مشيتي ليها؟ لا غدلين من النهار اللي وقعت فيه الجريمه. الولد تصدم لانه ما كانش عارف بان الاخت ديال محمد عاودت هاد الشيء للبوليس. ومن بعد المزيد من الضغوطات المجرم غادي يعترف بانه هو اللي قتل محمد بالمساعده ديال واحد الصديق ديالو. قال لهم انا كنت الصديق ديال محمد وكنت كنصاوب ليه اي حاجه خاسره عنده في الدار،
تلفازة، بارابول، تليفون، وكنت دائما كنشوف محمد كيلبس غير لي مارك، كيجلس غير في الأماكن الراقية، الفلوس داخلة عنده على الجهد. طمعت هنا، قررت أنني نتفق أنا والصديق ديالي اللي هو الشريك ديالي في الجريمة. اتفقت معاه أنني غادي نتصل بمحمد وندير معاه نتلاقاو عند الصديق الثالث ديالنا اللي هو مول الدار في بن جدية، وتما نتخلصوا من محمد ونقتلوه، ناخدو السوارت ونمشيو لدارو اللي كاينه في بورغون ونسرقوها. هنا فين مشى للدار وحل باب بالسوارت، لقى الاخت ديال محمد تما وقال ليها راه محمد اللي عطاني السوارت وصيفطني باش نجيب ليه شي تليفون. هنا كيبان ليا كل مجرم الاخت ديال محمد بهاد المعلومه غادي تحل اللغز ديال الجريمه، كان حتى هي غيصفيها ليها باش ما تفضحوش وما يحصلش. هو قاتل اش غادي يخسر الى زاد جريمه اخرى، ولكن ربي نجاها وكتب ليها عمر جديد. وهنا كتسالي القضيه ديالنا، واللي اول مره كيزور القناه ديالي وكيعجبو هذا المحتوى ديال القصص يخلي واحد اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد، ويدير لايك ويخلي كومونتير يخلي لينا فيه الراي ديالو في هذه القضيه. وخليتكم بألف خير، مع السلامه.